بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الأستاذة فوزية لوكيلي، رئيسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مكناس الرشيدية. كنشكركم السلطة الرابعة على استدعائكم كرئيسة مجلس لاستفسار حول الإضراب الذي يخوضه المفوضين القضائيين بجميع المحاكم المملكة. أولا أبتدئ من قرارات الملك محمد السادس في الإصلاح منظومة العدالة. إصلاح المنظومة العدالة نادى بها جلالة الملك منذ سنة 2012. هذا الإصلاح هو مطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة. هو تعبير عن العلاقة التفاعلية بين الشعب والملك والحكومة. الشعب ماذا يطلبه؟ هذا الشعب يريد إصلاحات أو تغييرات لتحسين حياتهم وظروفهم. إرادة الملك نصره الله هو تعكس الرؤية التي يمتلكها القائد السياسي الأكبر لتحقيق ما يطلبه الشعب وما يراه لتحقيق هذه التطلعات. إنجاز الحكومة. هذه الحكومة تعمل على تحويل هذه المطالب إلى واقع ملموس. هنا نتساءل: أليس المفوض القضائي ابن الشعب ومن الشعب؟ فهو ابن الشعب، يسعى لتنفيذ العدالة وحماية حقوق المواطنين من تنفيذ وتبليغ قرارات وأحكام تهدف في نهاية المطالب لخدمة الشعب والمجتمع. فهو ابن الشعب، فأين هي مطالبه والتي حث عليها جلالة الملك نصره الله في تحسين وضعية المهنيين؟ تفاجأنا بجميع المطالب ديالنا تم مصادرتها وإصدار مشروع مسطرة المدنية تم المصادقة عليه في الغرفة الأولى، والآن المصادقة عليه بمجلس المستشارين. رغم مذكرات دفاعية للهيئة الوطنية للمفوضين إلا أنها بقيت في رفوف وزارة العدل. لا نطيل عليكم في المشروع قانون المسطرة. هناك نقطتين كنا ندافع عن احتكارية المفوض القضائي لمادة التبليغ والتنفيذ. في مادة التبليغ تم الاحتكارية للمفوض القضائي باستثناء بعض المحاكم التي لا يوجد فيها المفوض القضائي. احنا لا نبخس كتابة الضبط، فكتابة الضبط هي العمود الفقري لجميع المحاكم، ولكن المفوض القضائي هي مهنة حرة ويتقاضى أجره من المتقاضين. المفوض القضائي هي مهنة حرة يتقاضى أجره أو أتعابه من المتقاضين، أما الموظف له رقم تأجير وله راتب شهري. إضافة على أن المفوض القضائي يتطلب فيه التكوين النظري والتطبيقي وحاصل على شواهد علمها، أقلها هو الإجازة، ومتمرس في مادة التبليغ والتنفيذ. تفاجأنا كذلك في مؤسسة قاضي التنفيذ. في منظومة العدالة يتكلمون على الزمن القضائي ويحدثون مؤسسة قاضي التنفيذ. احنا لا نناقش قاضي التنفيذ، فهو قاضي يبت في الإشكالات القانونية والواقعية، ولكن أن يرجع المفوض القضائي كمأمور إجراءات التنفيذ يتلقى جميع التعليمات من تبليغ، من حز
من مؤسسة قاضي التنفيذ، فهو إجحاف وتقزيم في شخصية المفوض القضائي. هذا بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية. أيضا تفاجأنا الفاجعة الكبرى في إصدار مشروع قانون منظم للمهنة، قانون رقم 2146. هذا القانون هو بمثابة قانون جنائي بالنسبة للمفوض القضائي. جميع مواده يجب يمكن قليل ما ذكر في يمكن. قانون المشروع في مواده كلها مجحفة. مثلا نجد المادة الأولى من القانون تم حذف مستقلة، فهو المادة الأولى: المفوض القضائي مساعد القضاء يمارس مهنة حرة، تم حذف مستقلة، فهو مستقل بمجالسه وهياكله التي تسير جميع شؤونه الإدارية والمهنية. وهذه الاستقلالية التي حذفت منا يراد منها التحجير على المهنة، حيث أن المفوض القضائي أصبح تابعا ومراقب من عدة أجهزة، من رئيس المجلس الجهوي، ومن السلطة القضائية، ومن الحكومة، ومن كتابة الضبط، ومن إدارة الضرائب، ومن صندوق الضمان الاجتماعي. فهذا إجحاف في حقه. مثلا كنا نطمح للاختصاص على صعيد المحكمة الاستئنافية. المادة 11 تقول بأن المفوض القضائي يمارس في حدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية. إذا بنا نتفاجأ في المادة 46 أن المفوض القضائي أن ملفات التنفيذ تفتح بالمحكمة الابتدائية التابع لها المفوض القضائي. يختار طالب الإجراء أو من ينوب عنه مفوضا من المفوضين القضائيين الموجودين مقر مكاتبهم بالمحكمة الابتدائية. المادة كذلك جميع المواد. هناك مواد فيما يخص المراقبة والتفتيش، وحتى ما طلبناه فيما سبق تم حذفه. جميع تقريبا في المذكرة الدفاعية التي طالبت بها الهيئة الوطنية لوزير العدل تقريبا تم حذف جميع المواد. بالنسبة للمادة 42 هو يتطلب، هو احنا نتكلم على مهنة حرة عند بلوغه هنا المادة 42 تيقول لك يتعين على المفوض القضائي عند بلوغه من سن 65 أن يدلي بشهادة طبية، وهذه الشهادة تطلب في سياقة السيارات لدى سائقي المهنيين مع احتراماتي لمجالهم. أكثر من هذا، وأن المادة المجحفة في حق المفوض القضائي والتي تعتبر ضدا في الدستور هي المادة 81، أن يمكن أن يوقف مؤقتا في ممارسة مهامه المفوض القضائي بمجرد الشكاية، وضع الشكاية. تقدر تكون كيدية، وجميع الشكايات المفوضين القضائيين هي كيدية، لأنه هو المفوض القضائي هو محور التبليغ والتنفيذ. دائما ملي كيخسر المتقاضي ملفاتهم الحلقة الضعيفة هي المفوض القضائي. وكيف يعقل أن مجرد شكاية كيدية يوقف المفوض القضائي، وهي مهنة حرة وله التزامات وله مكتب وله كتاب وكاتبة، بمعنى كتفتحوا بيوت للناس كيفتح وهذا ضد قرينة البراءة. آخر مكان هو المادة 144
المورد الرابع أن جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون تبلغ للسلطة الحكومية والوكيل العام لدى السنافية بالرباط. ويمكن للسلطة الحكومية أو للوكيل العام الطعن فيها داخل 15 يوم. أين سرية الاجتماعات؟ الاجتماعات هذه الداخلية ديالكم، داخلية المكتب التنفيذي تبلغ إلى السلطة الحكومية. أين وتقولون أنها مهنة حرة؟ أين الحرية؟ لأجل ذلك أننا طالبنا اجتماع مع السيد وزير العدل لمناقشة هذا القانون المجحف في حق المفوض القضائي. ولحد تاريخه نجد بأن باب الحوار مغلقا. وقد اجتمعنا بتاريخ 5 أكتوبر بمدينة الرباط كجمعية عامة، وأصدرت الجمعية العامة بصفتها أعلى تقريرية هي التي قررت خوض إضراب لمدة أسبوع مع تعليق تبليغ مادة الجنحي إلى حين تاريخ غير محدد، ووقفة الكرامة، لأن هذا القانون المجحف هو ضد كرامة المفوض القضائي. سميناها وقفة الكرامة لرد الاعتبار المفوض القضائي. ستكون يوم الاثنين إن شاء الله 21 أكتوبر من الساعة 11 إلى الساعة 1 زوالا بمقر وزارة العدل. وبما أن هذه المواد مشروع قانون رقم 2146 جاءت مجحفة للمفوض القضائي ولا تنسجم مطلقا مع مضامين المشروعية، لأجل ذلك نلتمس فتح حوار مع السيد الوزير العدل والأخذ بعين المذكرة لاقتراحات المجلس، لاقتراحات الهيئة الوطنية. وكذلك وإن صد بابه علينا سنطرق باب السيد رئيس الحكومة، وقد طرقناها بمراسلة من السيد رئيس الهيئة الوطنية للسيد رئيس الحكومة لإشراكنا في مناقشة مشروع بعد تعديله القانون المنظم. وآخر المطاف ليس لنا بديل سوى طرق باب جلالة الملك، لأنه هو القائد السياسي الأكبر. فبصوت مفوضة قضائية أقول كما قالت امرأة في عهد الخليفة ومعتصماه: أقول لجلالة الملك ومنصفه لكي ينصف عنا الظلم والحجر الذي تعرضنا له في هذا المشروع. وشكرا على استضافتكم، ونتمنى لكم مسار صحفي موفق. شكرا.